قلب السراب. كانت الخريطة التي ظهرت من الضوء تنبض كأنها كائن حي، ترسم طريقا متغيرا يقود إلى مركز المدينة، إلى ما يسمى بقلب السراب. خطت ليان بثبات وسط شوارع لم ترها من قبل، وكأن المدينة تغيرت بعدما واجهت ظلها. الأبنية القديمة تذوب أمام عينيها، تستبدل بأشكال هندسية مستحيلة، والسماء تصبح أشبه بلوحة مشروخة من الزجاج. وصلت إلى ساحة ضخمة تتوسطها نبضة ضوئية تدور ببطء حول كرة سوداء ضخمة معلقة في الهواء. وهناك كان آدم ينتظرها، لكنه لم يكن أخاها كما عرفت. كانت عيناه تشعان بلون فطري غريب، ونظراته خليط من المعرفة والضياع. قال بصوت عميق، وكأنه يتحدث من داخل عقلها: لقد وصلت، لكنك تأخرت. اقتربت منه تناديه: آدم، أنا هنا، أنا ليان. لكنه لم يتحرك. رفع يده، وتكونت من حولهما دائرة من الرموز الطائرة تهمس بلغات منسية. مدينة السراب لم تكن سجنا لي، بل مفتاحا. أنا لست من أنقذته، بل من اختار البقاء. شعرت الأرض تهتز، والكرة السوداء تبدأ بالانكماش والاضطراب. سمعت أصواتا من كل مكان، أصوات كل أولئك الذين فقدوا أنفسهم في المدينة. أدركت ليان أن قلب السراب ليس مكانا، بل قرارا. كان عليها أن تختار: واحد، أن تدمج وعيها مع المدينة وتغلقها للأبد، لتحبس الألم والوهم معها وتنقذ الآخرين. اثنان، أو تهرب وتترك المدينة تبتلع نفسها وكل من فيها، بما فيهم آدم. دموعها سالت. مدت يدها نحو آدم، لكنها لم تلمسه. قالت بصوت مكسور: لو أنقذتك سأفقدني، ولو أنقذتني سأفقدك. وفي لحظة صمت وضعت يدها على قلبها وعلى الكرة السوداء. اختارت أن تدمج. الضوء انفجر، وسمع صدى صوتها الأخير في الفراغ: أنا لست الهاربة، أنا البوابة. المشهد الختامي. استفاق صبي صغير في صحراء بعيدة، يحمل كرة زجاجية صغيرة في يده، وفيها انعكاس وجه فتاة تبتسم، ليان. بين الرمال كانت آثار مدينة اختفت، مدينة السراب.